المنتخب المصري يحجز رسميا تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية بعد مشوار صعب أمام المنتخب المغمور على الورق منتخب بنين، ولكن في الأخير منتخب بنين قدم اليوم عرضا جيدا أمام المنتخب المصري. مصر تتأهل إلى الدور ربع النهائي ويلاقي المتأهل من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم السبت إن شاء الله في نفس المدينة، مدينة أجادير، المدينة التي وجه الخير على المنتخب المصري في هذه البطولة. فمبروك للجماهير المصرية، مبروك للمنتخب المصري ومدربه حسام حسن هذا الانتصار الذي أتى من رحم المعاناة. انتصار وفوز أتى بصعوبة بعد أن المنتخب المصري كان في البداية وتفوق في المقدمة بهدف دون مقابل في الدقيقة تقريبا 63 لمروان عطية، لكن لم يستطع الحفاظ على هذا التقدم، وبخطأ مزدوج بين الدفاع وحارس المرمى محمد الشناوي تسبب في هدف التعادل، مما اضطر المنتخب المصري للجوء إلى أشواط إضافية، شوطين إضافيين، إلى أن استطاع المنتخب المصري أن يستفيق في الأمتار الأخيرة من هذه المباراة ويحقق الانتصار والتفوق وقطع تأشيرة التأهل الرسمية إلى دور الثمانية. فوز وانتصار كبير أتى من رحم المعاناة للمدرب العميد حسام حسن مدرب المنتخب المصري، الذي هناك بعض الأمور لابد أن يعالجها في المرحلة القادمة، وعلى رأسها تأتي الأمور البدنية للمنتخب المصري. مبروك كابتن وائل، مبروك كابتن محمدي، مبروك أيضا كابتن يوسف المغرب بالأمس واليوم أيضا المنتخب المصري. تفضل كابتن وائل. مبروك طبعا للمنتخب وللاعبين وللجهاز الفني والتأهل للدور الثمانية. مباراة صعبة واحنا بنحب نصعبها جدا على نفسنا دايما يا احمد. اعتقد احنا مش هنقابل اضعف واقل من المنتخب البنين، ولكن في النهاية تأهل وتأهل الحمد لله عليه. مبروك للاعبين وللجهاز الفني كابتن حسام حسن، وان شاء الله بالتوفيق في المباراة اللي جاية. مباراة تبقى صعبة واصعب بكتير من مباراة النهاردة، انما ان شاء الله تبقى اللعيبة والجهاز الفني ظروفهم واختياراتهم افضل من كده. محمدي مبروك. مبروك لمنتخب مصر اولا، ومبروك لجماهير الكرة المصرية. ثانيا نتمنى الشفاء للاعبين اللي اتصابوا اليوم، محمد حمدي وتريزيجيه يمكن اصابات قوية. Salah, congratulations. It was a very tough game. How did you manage the pressure during extra time? كيف تعاملت مع الضغط؟ Physically, I would say we were a little bit better. بدنيا يمكنني القول بأننا كنا أفضل من الفريق المنافس. المستوى متقارب بين الفريقين، وليس هناك فرق تخسر ب4 و5 أهداف فارق. وأنا سعيد بأننا تمكنا من الفوز في النهاية. الناس يتحدثون عن المغرب وعن فرق أخرى، ولكن مصر منافسة أيضا. معظم اللاعبين في منتخب مصر يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ما يمكنني أن أقوله. قل لنا كيف كنت تحلم بأن تفوز بهذا اللقب يوما ما. لم أكن أحلم بأن ألعب في هذا المستوى، إذن هو شرف كبير لي. يكون التوفيق حليف صلاح في المرحلة القادمة. أكيد يا أحمد، يمكن هدف ممتاز من صلاح في اللحظات الأخيرة، كان عمل شغل كبير جدا خاصة في الهدف الأول مع محمد هاني في ناحية اليمين، وطبعا الكاونتر اتاك، وده الفرق ما بين صلاح وما بين مرموش. يمكن شفنا فرصة مرموش في الشوط الأول، صلاح بيملك من الخبرات وتعرض للموقف ده مرات عديدة، فتعامل معاه بشكل ممتاز وإنهاء ممتاز، قدر ان هو يحسم اللقاء لصالح منتخب مصر. شوف ان القادم هيبقى اصعب، يعني كابتن وائل اتكلم، القادم صحيح هيبقى اصعب، لان مباراه اليوم كان ممكن نخلصها من بدري، ولكن احنا صعبناها على نفسنا. فلازم الكابتن حسام الجهاز الفني يشوف الاخطاء، خاصة التشكيل من أول المباراة، لازم بعض العناصر تكون متغيرة، بعض العناصر لازم تلعب في المراكز بتاعتها، فلازم يكون في تصحيح في ال4-5 أيام القادمة. سنعود إليك وإلى شيبو وإلى وائل جمعة بالتفصيل في هذه النقاط. إذا مشاهدينا مبروك للمنتخب المصري التأهل إلى دور الثمانية بعد مباراة عصيبة بشوطين إضافيين أمام منتخب بنين. فاصل مشاهدينا ثم نتواصل. مصر إلى دور الثمانية، كابتن شيبو أداء صعب لكن تأهل، وهذا هو الأهم. طبعا أول شيء نبارك للكابتن وائل جمعة والكابتن أحمد المحمدي، ولك أيضا أحمد. شكرا كابتن. تأهل مميز ومستحق لمنتخب مصر، تاريخ كبير وأحد المرشحين كذلك الفوز بهذه البطولة. الشيء عندي ملاحظة فقط، لأن في هذه البطولة المنطق احترم،
يعني صح. في المجموعات دائما رؤوس المجموعات وثاني مجموعه يكونوا تاهلوا، وفي دور الربع الى الان رؤوس المجموعات حتى هم تاهلوا، المغرب مع الكاميرون والان مصر، ننتظر كذلك مباراه نيجيريا، السنغال كذلك تاهل، وبالتالي كل الفرق المرشحه تاهلت لهذا سنشاهد ربع نهائي ناري، نصف نهائي اكثر من ناري، والنهائي اكيد سيكون بطعم اخر. نتمنى ان شاء الله يكون جهنم. ان شاء الله نتمنى يكون عربي ان شاء الله. ناري 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 ناري. طبعا الهدف طبعا الغالي لمحمد صلاح، وهو الهدف العاشر له في مسيرته في كأس الأمم الأفريقية، طبعا ليقترب من طبعا مدربه حسام حسن، هدف رائع بماركة الأسطورة محمد صلاح بالفعل ينهي به هذه المباراة وتأهل مستحق. Ibrahim, man of the match, and Egypt is qualifying for the quarterfinals. You might be very happy. الحمد لله طبعا بشكر ربنا وبحمد فضله النهارده. النهارده اللعيبه كلها رجاله وقلبهم على قلب بعض في الملعب. اي نعم احنا تقدمنا في النتيجه بس الحمد لله تعادلنا وفي وقت صعب قوي، بس اللعيبه رجاله وكان عندها اصرار وروح وعزيمه ان احنا لازم نطلع النهارده من الماتش كسبانين. دي مش بتاعتي انا لوحدي، لا دي بتاعت اللعيبه كلها، وببارك لهم وبارك للجمهور اللي ورانا في كل حته، وبقول لهم ان شاء الله القادم افضل باذن الله. Congratulations, Ibrahim. ثانك يو ثانك يو.